يا مساء الفل والهنا والسعادة على واحد بس في الأربعة اللي قاعدين، مصطفى صدقي. تفتكروا مين؟ الحمد لله قدر ولطف. مبروك يا عم الدوري يا عم، انت خلاص. انت لسه بدري. جايب شعرك على جنب عشان يعني ربنا استرها معاك. احتفال بس قبل ما نبدأ نحب نرحب بعضو مؤسس معانا وصاحب المكان المهندس عمرو، منور الدنيا هندسة. واحب أقول لك بس من قبل ما نبدأ منتج يا باولو، ماشي على الهادي كده عشان أنا عارف إن أنت إيه. كان نفسي اجي في يوم غير النهارده. ظروف احسن من كده، معلش. إحنا عايزينك بقى النهاردة، عايزينك تفتح قلبك. هيبقى صعب يعني، كابتن هحاول. حس منور الدنيا. اخويا موجود يعني، انا موجود يا باشا. حط لنا برضو الحته بتاعه ترتيب الدوري، الاهلي الاول، الزمالك الثاني عشان خاطر صدقي، وبيراميدز الثالث عشان حسام شعيب بس يراجع هو نفسه. طب ممكن بس تفكروا هو قال ايه؟ هو قال بيراميدز هيكسب الزمالك ويكسب الاهلي. وقلت بيراميدز الاول هياخد الدوري. هو كده بيراميدز هياخد الدوري فعلا فعلا. بيراميدز إن شاء الله لسه فيه. ماشي، نتكلم الاول عن ماتش الزمالك وانبي عشان الماتش الثاني ده في كلام. عشان بس اوقعك على دماغي يعني كده. يا صدوق انا ما شفتش الماتش كله بصراحه. انا كنت في الاستاد. انت كنت في الاستاد طبعا، ده كان جالك قلب تقولها بعد ما الاهلي تعادل. الحمد طب لله. ماشي، قول لنا ايه اللي حصل. انا شايف معتمد جمال في ماتشين انبي بس تقريبا من ساعه ما مسك، مش فاكر حاجه تانية يعني. فتح في التشكيل بدون داعي. يعني الفرقه بقى لها مثلا 4 5 6 ماتشات بتلعب بنفس التشكيل بنفس السيستم. فجاه في ماتش الدور الاول لعب فتوح وينج ونزل احمد ربيع. الماتش ده برضو نزل سيف الجزيري اللي هو غايب بقاله 5 6 ماتشات. آه، ولعب شيكو بانزا بس على غير العاده، يعني شيكو بانزا لعب ماتش حلو قوي بصراحه. فانا شايف معتمد جمال ممكن ان هو سبب من اسباب التعادل النهارده، لان هو بدا غلط وفضل مصر على الغلط. احمد ربيع ما كانش شايف قدامه خالص، كان المفروض يتسحب في الشوط الاول. بس عموما يعني اللي حصل في سيناريو الاهلي هو ده اكتر سيناريو يخدم الزمالك، لان المواجهات المباشره مع الاهلي لو الاهلي كان كسب الزمالك كسب بيراميدز بالظبط. وكمل كسب الزمالك. لكن بيراميدز الزمالك المواجهات المباشره معاه، فحتى لو لا قدر الله مثلا الزمالك خسر من الاهلي، فرق ال3 نقط هيفضل مريح للزمالك يعني. انا بس اقول لك حاجه على حته معتمد جمال دي. هو انا عاوز اقول لك، انت اكيد عارف جدول ماتشاته. يعني هو عنده لعب النهارده اهو. لعب بيراميدز الخميس بالظبط، لعب الخميس ولعب النهارده امتى، وعنده الاهلي الجمعه، وبعد كده عنده الثلاث، صح؟ عنده ماتش الذهاب عنده بتاع النهائي. لا، عنده بعد الاهلي سموحه وبعد كده ماتش الذهاب. وبعد كده ماتش صح؟ الذهاب. فبتكلم في اسهل ماتش فيه. لا انا بتكلم على جدول ماتشات، هو ممكن يبتدي بس يكون انت بيدور شويه. لو بصيت لها كده، طيب ما يريح عبد الله السعيد 40 سنه، في لعيبه كتير في الملعب ما بتريحش. بس هو انا ما اعرفش بصراحه هو عمل كده ليه. هل كان مثلا عشان الماتش كان بدري شويه والدنيا شمس، فقال لك سيف الجزيري وشيكو بنزا هيجوا؟ انا مش فاهم بصراحه سبب التغيير. ما بالظبط. لا انا بقول لك، انا بحاول الاقي له مبرر، لكن يسحب علاء الدباغ ونص المنسي من الملعب مره واحده، دي كانت غريبه، خصوصا ان شيكو بنزا وسيف الجزيري الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا كوره حرفيا. يعني هو انت لو نازل تلعب تستحوذ على الكوره بعد ما كسبوا ماتش بيراميدز قال لك ما بيعرفش يا عم حبيبي ده. لكن انت نازل تستحوذ على الكوره، عندك في الملعب احمد ربيع، شيكو بنزا، سيف الجزيري، انت مش هتعرف تستحوذ على الكوره ولا هتعرف تخلق فرص. الشوط الاول كله يعني انا فاتني اول ربع ساعه في الاستاد اللي شفته، الزمالك عمال يعلق، سيف الجزيري بينزل يستلم الكوره وما بيعرفش يدور الكوره، عكس ناصر منسي لما بينزل يستلم وبيلعب اللي حواليه. بس عموما يعني اوفر اول بعد ما اليوم خلص يعني تمام، يعني دي اسوء يعني مبسوط يعني احسن السيناريوهات الوحشه يعني. ماشي يا عم. بقى اساله سؤال كمان. قول لي الزمالك ازاي وصل في المرحله دي من الموسم وهو متصدر دوري وهيلعب نهائي كونفدراليه؟ احنا لو انت فاكر واحنا افريقيا شغاله، كنت بقول لك انا مش عارف احنا يعني هنرجع ولا لا، بعد افريقيا هنرجع النادي موجود ولا لا. ما حدش كان متخيل او متوقع ان معتمد جمال يجي يعمل كده 8 ماتشات ورا بعض في الدوري بتكسب، دي حاجه ما حصلتش من ايام فريرا 2022. فانا شايف بعيدا طبعا عن رجوله اللعيبه وتجمع الجمهور وكده، ده كله على دماغي يعني، بس الناس دي كانت موجوده قبل افريقيا والوضع كان سيء برضه، ما كانش فيه فلوس، نفس الوضع الحالي. اللي اتغير في المنظومه كلها هو شخص واحد بس، انت جيت معتمد جمال بالجهاز الفني بتاعه. فانا شايف موسم الزمالك الحالي نسبه، يعني لو هترتب مين السبب ان الزمالك هنا دلوقتي،
معتمد جمال، وبعد كده الجمهور واللعيبه واللي انت عايزه. بس اه أنا بس انت رقم نسيت برضو جون ادوارد. اكيد من اول الموسم طبعا اه. الفريق، لكن انا بتكلم يعني في نص الموسم اللي خلانا موجودين هنا دلوقتي هو معتمد جمال. ممكن انتقده على تشكيل، ممكن انتقده على اي حاجه، بس انا شايف ان السبب الرئيسي رقم واحد في ان الزمالك في الوضع الحالي هو معتمد جمال. وانا شايفه مش واخد حقه برضه، عشان الناس تفضل تقول لك ان هو مش عارف نيته سالكه ومش عارف. لا يا جماعه، هو فنان يستاهل. بالظبط. سويته سالكه بس- فعلا. اه بس لا، هو فعلا نيته سالكه، انا بس بقول لك. لا ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس ما ينفعش نختزل الكوره في فكره ان يعني ما فيش حد نيته سالكه يفضل يكسب 3 4 شهور ورا بعض. على الاقل بيقدم حاجه، مش ما تقوليش ان هو ماشيها بالهنبكه يعني. بس ماشي يا عم، مبروك النقطه، وما نشوف الدوري هيرس عليك ولا على بيراميدز في الاخر. لا لسه، انا شايف، انا عموما يعني شايف ما تستبعدش الاهلي من الحسبه دلوقتي. ما تستبعدش الاهلي. طب ماشي. من حسبة ايه؟ من حسبة الاوردر سندوتشات، ولا ما تستبعدوش من ايه؟ انت بتقول ايه يا عم ده؟ بالظبط يا عم، حته ليكم ممتاز. بجد ما تستبعدوش من ايه؟ انا دلوقتي بحط لك اسوأ السيناريوهات، ان الاهلي كسب الزمالك بقى فارق عن الزمالك 3 نقط، وقول ان بيراميدز كسب الانبي، فالزمالك وبيراميدز بقوا فارقين عن الاهلي ب3 نقط. انت اي سيناريو هيحصل، مثلا تعادل قدام سموحه دي اوف، هيبقى الاهلي فارق وراك بنقطه واحده، فانت هتخش ماتش سيراميكا متكهرب. فانا قصدي الاهلي بناء على اللي بيقدمه في الملعب، لا هو مش منافس على الدوري، بس هو لو كسب الزمالك يعني عادي هو موجود. بس ان شاء الله يعني باذن الله الزمالك لو عدى ماتش الاهلي تعادل، فهو ان شاء الله هياخد الدوري. لو عدى فوز فهو بنسبه خلاص كده 95% احسن من الدوري. عايزين برضو نقول ان لازم ندي فرقه انبي حقها. انبي فريق كويس ورخم بتقدم كرة حلوه، يعني بغض النظر حمزه الجمل بيقدم كرة حلوه، واللعيبه يمكن النهارده في الماتش الزمالك كانت عارضه نفسها في الفاترين، يعني بيلعبوا باريحيه وقدموا كرة كويسه. فا الزمالك اتعادل، وبنتكلم على الزمالك ومعتمد، بالظبط. بس برضو مش عايزين نبخس الناس دي لا، لا، حقها. فريق بيلعب كرة كويسه. فريق في الملعب رخم قوي بصراحه. وبيلعب كوره حلو، مش حكايه رخم. اه يعني بيفكرني بالاسماعيلي زمان، بيلعب كوره. بس هو بس حاجة، بس هو الفرق بين الماتش اللي فات وماتش النهارده، ان الماتش اللي فات هم كانوا عاوزين يكسبوا. النهارده زي ما انت بتقول، هو كل لعيب مزودها سنة عشان خاطر خلاص اخر 3 4 ماتشات. فانا عاوز اتشاف وعاوز يجي لي الاهلي او يجي لي الزمالك وهكذا. فشفناه في يعني في الوينج كنت بقول لك عليه اخر الماتش ده، اللي هو حمدان عبد الله ولا حمد عبد الله ده. مش ممكن يعني لعيب جامد قوي، بس مش ممكن الكوره بتتكرر 10 12 مره مش عارف تطلع باص من قصدك رجلك. كل واحد عايز يثبت نفسه. بالظبط كده، بالظبط. اقطاي ففي كذا اللعب لعيب. الفردي كان اكتر من اللعب الجماعي النهارده ده الفرق عن الماتش الاولاني والماتش النهارده بس. ننقل بقى على التقيل. التقيل، ماشي يا عم. اتفضل. مبدئيا كويس ان انتوا بتسجلوا الحلقه دي بعد الماتش بساعتين 3. عشان لو كنتوا سجلتوها بعد الماتش على طول او بعد الماتش بنص ساعه، اكيد ما كانش هينفع تتعرض في اي منصه من وانا كانت المنصات. هتقفل. يعني لا بس وزير ساعتين الإعلام 3 كان ما لحقوش بي- يبردوا ناري برضه يعني. لسه في يعني احتمال القناه تقفل برضه. ما هو يعني ساعتين 3 بردوا شويه ممكن الالفاظ والاصوات اللي كانت ممكن تطلع. ف لو بعد الماتش على طول، اعتقد كل حد اهلاوي بيفهم في الكوره كان بيكلم نفسه، ومش طايق نفسه ومش عارف المشكله فين بالظبط، لان احنا عندنا مشاكل كتير. عندنا مشاكل بادئه من الاداره، توصل لحد اصغر لعيب بيقعد على الدكه. مش بس مشكله مدرب ولا مشكله لعيبه ولا مشكله مجلس اداره ولا مشكله رئيس نادي، احنا عندنا مشاكل كتير جدا جدا. وللاسف احنا في الفتره الاخرانيه بقالنا سنه بنرقع، ندخل من بيان لبيان، نعمل بص العصفوره، نهدي الجمهور باي حاجه، واحنا لسه الاساس عندنا ما حليناش الاساس. لو بدانا بايه المشاكل اللي عندنا، انا مش عايز ارغي كتير، بس لو بدانا لا، أنا عايزك المشاكل الأول اللي عندنا
ترتب لي الاهلي دلوقتي في اسوأ حالاته، فلو انت هترتب المسؤوليه او المشكله الاكبر ثم الاقل ثم الاقل، فرتب لي كده. محمود الخطيب اول مشكله. قد كده. انا بالنسبه لي كده الراجل ده قررت قفلت. لا لا، جمال جبر هو اللي ممكن يقفلها مش محمود الخطيب. جرب تحركش ما لوحدك. انتش محسن تتقفل فيها فعلا. محمود الخطيب المشكله بالنسبه لي قد كده. بحترم الراجل ده كلاعب كوره، مم. كرئيس نادي في الاول. كل عمل واحد السنه دي ممكن- مختلف. السنه دي مختلف، ومن اخر السنه اللي فاتت مختلف. انا راجل تعبت. مم. ما عنديش مشكله ان اريح، بس اريح بجد. ما بحبش فكره شوق ولا تدوق دي. مم. انا اصل انا تعبان، انا اسيب شويه وارجع الاهلي شد حيله شويه واروح أعمل. بتعب واحنا خسرانين بس، يعني واحنا دي كسبانين. ما بحبهاش. وبعد ماتش سموحه جه النادي ومجلس اداره وبرئاسه كابتن محمود الخطيب ويناقش ملفات فالموضوع مش حلو. وبعدين انت يا كابتن اعتقد ان انت بتشوف كوره وبتلعب كوره بقالك 40 سنه. ازاي ترضى على صفقات لو عيل صغير مش هيرضى عنها؟ يعني واحد زي مودست، انت كنت موجود لما جه، ازاي ده يدخل النادي الاهلي؟ ازاي؟ واحد زي الافريقي الجديد بتاع كاموش، ازاي ده يبقى فيرود النادي الاهلي؟ مع فائق احترامي. ازاي ده يبقى فيرود؟ سيبك من فيرود النادي الاهلي. إزاي ده بغض يبقى النظر، فيرود لا عامة؟ ممكن يبقى فيرود في دوري مدارس، مم. ممكن يبقى فيرود في نادي درجه تانية مم. ومش في مصر، في ادغال افريقيا. في صفقات ياسين مرعي، يعني ازاي يدخل النادي الاهلي وجايبه مبلغ في ظل بقى ان انت فرطت في لعيبه ما ينفعش تفرط فيهم خالص خالص. واحد زي احمد رضا ده يبقى عندك، والدبيس يبقى عندك وتسيبه. واحد زي القندوسي وتسيبه، بغض النظر عار طلع ما بيلعبش معاك، مش قاعد حتى على الدكه، في ظل ان انت ما عندكش كنادي اهلي لحد النهارده باك ليفت حلو، ما عندكش باك رايت حلو. بالظبط. هتقول لي محمد هاني، اقول لك محمد هاني خلاص هو طول عمره بيعمل ماتش و10 لا ماتش و10 لا، هو بجد نفس ناشئ الإمكانيات لحد دي. دلوقتي ناشئ. مم. طيب هو عندك وامه ده عياله، طب هات له بديل كويس يليق باسمك كنادي اهلي. انا مفيش شايف عمر كمال كان كويس بس مفيش ولا عمر كمال. مع احترامي برضو عمر كمال، انا ازاي يدخل نادي اهلي يا جماعه؟ انا بتكلم، انا راجل بتفرج على كوره ممكن من أقول لك على حاجه زمان. في نقطة عمر كمال دي. انا بالنسبه لي عمر كمال كان كويس جدا لحد ما كولر قعد يلعب في مركزه، وانت بالظبط. تلعب باك شمال، لا انت تلعب وينج يمين، لا تلعب وينج شمال. بلس بقى حاجه تانية، ليه بقول لك الخطيب انا مش عارف، انا المفروض يبقى ليا استراتيجي معين وماشي عليها. انا مره اجيب مدرسه دنماركيه، ومره فرنسويه، ومره اسبانيه، ومره راجل بيلعب ضغط، ومره راجل بيعمل بيلد اب من ورا. انا لازم اقعد مع المدرب افهم وجهه نظره، بغض النظر عن التعاقدات، بغض النظر عن الشلاليه اللي حاصله في النادي الاهلي. ده حبيبي فيمسك هنا محدش حد دلوقتي طلع قال لنا سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ ازاي ده يمشي ليه؟ وفجاه يجي مجلس اداره، وفجاه اصله في حاجات غريبه بتحصل. لازم الجمهور يعرفوا احنا بيتحرق دمنا ليه؟ ليه بيتحرق دمنا؟ بلس بقى اللعيبه اللي انت جبتها، من امتى النادي الاهلي بيلاقي نجم انه بيجري ورا الزمالك وعين الزمالك هي اللي بتشوف له؟ عين الزمالك هي اللي بتشوف له. انا معايا في حبه فلوس اجيب زيزو واجيب، من امتى الكلام ده؟ ازاي النادي الاهلي بجلاله قدره بقاله كام سنه ما طلعش حد من قطاع الناشئين اللي بيتصرف المفروض عليه ملايين؟ احنا بنهزر، ده هزار، ده هزار، ومحدش بيتعاقب ومحدش بيتحاسب. ولما طلع بيمشي صح. ليه ولو بقى؟ حد طلع محمد عبد الله بيمشي. هو ليه لما طلع بيمشي؟ ان انت اصلا في الوضع الحالي ده، او انت كنادي اهلي عامه ما عندكش نقطه ان انت تصبر ولا على لعيب ولا على مدرب ولا اي حاجه. وبالنسبه لك انت شايف ان اللعيب الجاهز هو هيكون افيد لك مليون مره من واحد. بغض النظر بقى عن اللعيب الجاهز ده انت شايفه جاهز، بس هو ممكن اصلا ما يكونش في دماغه او مش عارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه ده ايه. فانا دي بالنسبه لي هي دي المشكله الكبيره، ان انت ماشي يا عم، اجيب احسن لعيب في العالم، احسن لعيب في مصر،
بس هو جاي عشان ياخد فلوس، هو موظف، شكرا، مش فارق معاه بقى اي حاجه. مش فارق معاه ان في واحد. انا عجبني الجمهور النهارده في ايه؟ ان هو حط اللعيبه دي في مكانها. انت يمكن ما مش هتتفق معايا في النقطه دي، ومش هتتفق معايا ان هو مش صح ان الجمهور يشتم اللعيبه ولا الكلام ده. انا عجبني فشخ ان الجمهور شتم اللعيبه. لا انا مش صح ان الجمهور يشتم اللعيبه، كمل بس انا بقول على التوقيت. لا انا توقيت مش توقيت، ما هو الجمهور مش ده مش استحمل كتير. خلي بالك، جمهور الزمالك مثلا بالنسبه لي خد من مومنتم الفرقه. يعني الاعداد في مدرج الزمالك زادت، والمومنتم بتاع جمهور الزمالك زاد مع النتائج الايجابيه للزمالك. أكيد. خلينا نتفق على كده. اكيد. جمهور الاهلي السنه دي، خلينا نقول جمهور الاهلي كده كده متعود على المكسب ودايما موجود وكده. جمهور الاهلي السنه دي كان العكس شويه. يعني في ماتشات انت كنت بتخري قبلها، تلاقي الماتش اللي بعده لا الجمهور بيزق وبيحاول. يعني ماتش النهارده ده، انت ما لعبتش كوره بقالك كتير قوي، الجمهور النهارده لا مقفل العدد المسموح بيه، ومن اول دقيقه الجمهور بيضغط وسامع صوته وجمهور في ظهرك. انت بقى عملت ايه عشان ده كله كلعيبه؟ ولا حاجه. فالجمهور حط اللعيبه دي وعرفها مقامها من الاخر، ان انا النادي ده مش بتاعكم، النادي ده ملك الجمهور. فلما انت كلاعب كوره بتاخد ملايين ملايين في جيبك، ومش فارق معاك ولا التيشيرت اللي انت لابسه، ولا النادي، ولا الراجل اللي جاي من اخر الدنيا ودافع اخر 200 جنيه في جيبه عشان يتفرج على الماتش، لان ده مصدر سعادته الوحيد في الدنيا، ارمي ده كله في الزباله. انت هتخلص الماتش هتشيل 3-0، هتروح تسهر في اي نيله وخلاص كده، ارمي ده كله بقى في الزباله. فما تقوليش ان لا قصه بقى اللعيبه الموضوع فني بس واللعيبه رجاله ومش رجاله، دي مش موضوعنا، وده مش هو السبب الاكبر في اللي احنا فيه. لا، في ماتشات زي دي لعيبه النادي الاهلي بتشيل مدربين كتير ما عندهمش فكره، وشفناها مع ناس كتير جدا، مع ناس كتير جدا. عبد العزيز عبد الشافي، اي مدرب مؤقت بيجي الاهلي مثلا في ماتشات الاهلي والزمالك، في الماتشات الكبيره بتلاقي اللعيبه دي بتتحول. بس دي لو لعيبه عارفه قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، لو لعيبه رجاله انا بلعب للنادي الاهلي، بلعب للتيشيرت، مش بلعب عشان اخد ال 100 مليون في الموسم وال 20 مليون وال 50 مليون وابص للي جنبي بياخد كام وانا باخد كام واروح بعد الماتش والسلام عليكم انا موظف. لا معلش، مع احترامي اللعيبه الموظفين دي ايا كانت امكانياتها ما تنفعش. ممكن بس اقول لك على حاجه، اللعيبه دي بتاخد ملايين من السنه دي بس، ولا يعني السنه دي بس عقود اللعيبه كده، ولا السنه اللي فاتت كان في لعيبه في الاهلي برضه بتاخد لا ملايين السنه دي وملايين؟ اوفر بصراحه، هو حوار زيزو ده فشخ. ماشي، السنه دي افورت صح. آه. طيب مين اللي انا مش هقول بنى الفرقه، مين اللي جمع الفرقه دي ورضي بهيكله الاجور دي؟ مجلس الاداره. صح. صح. مين اللي شاور زي ما كده من الهندسه قال، مين اللي استسهل تمام عين الزمالك في ان هي تشوف بالظبط، مجلس، ما دي مشكلتي. صح. ما هي دي مشكلتي. فانا بس انا نغمه انه اصل اللعيبه بتاخد ملايين ومش حاسس، ما هو اللعيبه السنه اللي فاتت كانت بتاخد ملايين والسنه اللي قبليها كانت بتاخد ملايين، وقصه اصل الموضوع محتاج نخوه ورجوله. انا دي نغمه بالنسبه لي خلاص يعني استهلكناها، وعشان احنا بنقولها من تاني ماتش في الموسم اللعيبه لازم تبقى رجاله. يعني ماشي، هتقعد معاهم واقعد اشحنهم طول الموسم، ما انت من تاني ماتش بتشحن في اللعيبه. تاني ماتش بعد ما رجعوا من كاس العالم للانديه وتعادلوا ماتش في الدوري صح، بتشحن فيهم. انتوا لعيبه المفروض تبقوا ارجل من كده، انتوا بتاخدوا ملايين. طيب ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، هم لسه بياخدوا فلوسهم وما بتشوفش اي جديد. فمش لازم يكون ده بس السبب. في ماتشات انت معلش، هو ممكن ده بس السبب. ايوه معاك، في ماتشات انت ممكن تغطي على فوارق فنيه تمام بشويه جزه صح. كمان ما بتشوفهاش، انا لسه هجيلك فيها. بس انا نغمه، ما هو والله السبب في المشكله هو اكتر واحد مبسوط ان هو رامي لك النغمه دي دلوقتي بتاعت الرجوله والنخوه وروح الفانيلا. كل الكلام ده تجاري واستهلاكي. الاداره مفيش حد مبسوط اكتر منها انه الكلام مرمي لجمهور الاهلي انه الموضوع يا جماعه اللعيبه اهو مش رجاله مش عاوزه تسترجل. من تاني ماتش في الموسم انا ممكن الاهلي يقع في ماتش بسبب ان اللعيبه ما جزتش كفايه او ان اللعيبه نازله، بس النهارده مفيش اكتر من كده دافع ان تنزل تركب اي فريق صح. فانا كل ده ما ما انت حصلش ليه بقى؟ ما حصلش عشان خاطر انت مش بالضروره يكون بس مشكلتك كده، عشان مشكلتك فنيه ومشكلتك اداريه والاداره بتدخلك في مليون مشكله ومفرعه لك الفريق مليون اتجاه.
ممكن ده خليني اقول حاجه من وجهه نظري يعني مم. بعد اذنك يا ياسين. اتفضل. وجهه نظري وده التخبط اللي انا شايفه في مجلس الاداره. عشان كده بقول لك المفروض ان الخطيب يكون يعني المفروض لاعب كوره واسطوره يعني. ساعات لو انا عايز ارسم وش بنت جميله فاقول الله شفت بنت عينيها جميله جدا خضراء وهايله، ولقيت بنت تانية جبت لها لقيت مناخيرها فظيعه، وبنت تالتة شفايفها عامله ازاي، وشعرها عامل ازاي. وقف عند الوش. لا ما انا بتكلم على تحت. فلما جيت حطيتهم كلهم مع بعض مش لايقين. مين اللي بيخلي يطلع الوش ده حلو؟ لازم يبقى فيه فنان بيطلعه كويس. انا زيزو حلو هاته بكام خد بن شرقي جاي جيبه خلي الجمهور يتشغل. ايمان اخطفوا. وبعدين بنيت بقى فرقه بصيت انت عندك فيرود مين، بصيت انت عندك باك ليفت مين، باك رايت مين. المكان الوحيد اللي انا مش محتاج فيه انا يا جماعه عندي تخمه في الباكات في الوينجات، تخمه في الوينجات. صح. ممكن اخلص بس موضوع بس هقول لك عن النغمه دي عشان انا طب انت لو قاطعتني بعد كده انا عملت انا اسف. لا انا اسف معلش انا اسف، بس مش قصدي عشان هو بس رمالي موضوع الفنيات والاداره. ماشي. بس انا بس عاوز اقول له انه النغمه دي مش هتوصلك لحاجه. يعني انت تقدر تعالج فنيات والمدرب يقدر يقعد في 3-4 ايام يعالج مشكله فنيه او مشكله بدنيه، ان انت مثلا لو تضغط في ماتش بتيجي بعد الدقيقه 50 تنهار زي ما حصل النهارده، حصل في ماتش الترجي تمام، او مشكله فنيه فان انت فريق متكتل مش عارف تعمل معاه حاجه، ولا مشكله عليها علاقه بالرجوله والاصرار والعزيمه. انهي مشكله اللي تعرف تحلها؟ الفنيه. المشكله الثانيه دي انا ما اقدرش احلها، فده كلام استهلاكي. طيب انا هسألك سؤال. هكمل بس كلامي. طيب انا بس عشان اشاور لك انه زي ما انت بتقول انه في لعيبه بجد عاوز تاخد لقطه وبتبص جنبيها وكده، هو في برضو بجد ناس في الاداره لسه جايين. يعني سيد عبد الحفيظ هو لسه جاي، المفروض ان هو برضو نفس القصه بالظبط، هو متباع ان انت جاي تنقذ المركب صح. ممكن تقولي الفرق ما بين سيد عبد الحفيظ وهو رايح لجنه رايح اتحاد الكوره عشان موضوع ان هو يسمع الفار، وما بين تريزيجيه وهو واخد الكوره في كاس العالم للانديه عشان هو اللي يشوط البينالتي؟ ممكن تقول لي الفرق بين الموقفين ايه؟ الاثنين بياخدوا لقطه. عارف الفرق ايه؟ هم زي بعض بالظبط. تريزيجيه شاط عاوز ماسك الكوره يعني ما سمعش كلام الترتيب، فاكر هو صح؟ الوحيد القادر ان هو هيعرف بالظبط، ياخد هو حق فاكر الأهلي. ان هو الوحيد. انا يا جماعه ما حدش هيعرف ينفذ المهمه دي غيري. نفس كلام سيد عبد الحفيظ بالظبط. طيب هل انت الوحيد اللي بتعرف تسمع؟ يعني مثلا هم طلبوا حد ودنه موسيقيه، ما تودي اي حد. انت في الاخر خناقتك ايه؟ خناقتك ان انت تسمع اللي دار في الفار. فرحت وعملت مشهد وعاوزين يدخلوني مش عاوزين يدخلوني والموضوع اتقفل. سمعت عنه حاجه تاني صح؟ فوقت انا ما كنتش مقتنع بالحاجات دي، بس هو وقت ما يحب يرمي لك حاجه ان انت ما عرفتش تكسب سيراميكا في الملعب، اتظلمت بس ما عرفتش تكسب تمام، فانا مالك اهو جلسه استماع وهنروح نشوف ايه اللي حصل وبتاع. تاني تالت يوم رابع يوم خامس يوم سمعت حاجه عن القصه. طيب المشكله في سيد عبد الحفيظ، ما تبعت حد تاني يسمع ويشوف. لو انت بتتكلم عن حق النادي، لو انت ده حق النادي مش حق سيد عبد الحفيظ او خناقه سيد عبد الحفيظ، نفس القصه بالظبط بنشوف فيها لعيب باصص او خناقه مجلس الاداره ان هو انا ماشي كلامي انا اكبر من اتحاد الكوره بس كلامي مش على فانا اتحاد بس الكورة. بقول لك انه المسؤول الاول كده هو العين لجنه الكوره اللي المفروض ان هي بتبني الفريق ده كله تمام. اللي عمال لجنه الكوره ولجنه التخطيط اللي عماله تشاور على المدربين، هو مش فاهم. زي ما كان عمرو بيقول هو مش فاهم هو محتاج ايه، عشان هو مش فاهم اصلا انواع اللعيبه اللي عنده بتنفذ له انهي خطه. فمره يجيب مدرب بيشتغل بطريقه. انا ما اقدرش اقول لك بجد ريبيرو مدرب كويس ولا مش كويس، ما اقدرش اقول لك على تورب مدرب كويس ولا مش كويس، ما اقدرش اقول لك على مهاجم لعب 3-4 ماتشات ما شفتوش ما تصنعلوش فرص من امتى اقدر احكم عليه، فاهمني؟ فبس دي قصتي، انه زي ما في لعيبه عاوز تاخد لقطه ومش حاسه على دمها ومش رجاله وكل ده، برضو في ناس في مجلس الاداره هو اللي عاوز يصدر لك كده.
دايما انا مش طول الوقت. مختلف معاك تماما، انا متفق معاك ان في مشاكل كتير جدا في الاهلي متغلفه في الحته دي. بس لو جيت حط لي ده كله على جنب، انا جبت لعيب بديله 10000 جنيه في الشهر، جميل، وعندي لعيب تاني بديله 100 مليون جنيه في السنه، ماشي. ايه بقى اللي يفرق ده عن ده؟ الكواليتي، صح؟ ايه في الدنيا يقول ان لعيب بياخد الرقم ده وجاي لي ان هو احسن لعيب في مصر يبقى قدام الجون والنتيجه 0-0، قدام الجون هو والجون والكره على يمينه والزاويه مفتوحه والكره متظبطه على يمينه وما يشوطش يجيب جون؟ ايه في الدنيا دي بقى؟ دي ليها علاقه بقى بفنيات ولا ليها علاقه باي حاجه؟ دي لعيب اللي متباع ان هو احسن لعيب في مصر، ده لعيب ما عندوش ثقه ان هو يشوط، ايوه بالظبط، ده هروب من الموقف. وبالظبط عايز يهرب. عشان ما يقولوش ضيعوها لو ضاعت. فده باي منطق دي ليها علاقه بفنيات، ليها علاقه بفنيات اللعيب نفسه، ملهاش علاقه بفنيات المدرب. ايوه المدرب خلق لك سياق انك توصل هنا في الحته بتاعته ان هو بيلعب في 8 عشان يوفرلاب مع الوينج سواء اليمين او الشمال، فيخلق نفسه المواقف دي او يخلق اللعيب بتاعه المواقف دي. فخلاص انت وصلت منطقه الجزاء، خش شوط جيب جون 1-0، حلني بقى عقبال ما بيراميدز يعرف يرجع. ايه بقى؟ ايه اللي انت عملته في الموقف ده يقول انت فعلا انت لعيب جامد، انت لعيب فشيخ زي ما انت كنت بتدافع عنه المره اللي فاتت؟ هو تاني، هو مشكله فنيه دي معناها برضو انه هو كده كده زيزو بالاخر 3 4 ماتشات طبيعي ان هو ما يبداش النهارده. طبعا. ليه بيبدا النهارده؟ عشان خاطر قرار سيء من مدرب ما عادش مع هو الفرق. وجع البطن ولا رمي الطبيخ؟ ده احنا ماشيين بالمثل ده بجد. دي جميله دي. ده فعلا اللي هو انا جايبك ب 100 مليون اعمل بقى اي حاجه يا عم. وحش يا عم، مش نافع، ده ريحته طلعت خلاص. كل دي حلوه. كل انا دافع فيك كتير. بلس بقى انا عندي مشكله كمان في تغير حصل في المينتاليتي بتاعت اللعيب. بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. تغير حصل، وده مش عيب أيوة. لعيب، مع فائق احترامي، ده مش عيب لعيب. انا عندي اداره قويه تقدر تاخد قرار وما ترجعش فيه. هلاقي اللعيب عادل يمشي كده، اتعدل على القبله. امام عاشور احسن لعيب في الكون. من امتى الاهلي وهو حد بينزل الاهلي قلب وشه؟ من امتى؟ صح، متفق معاك مليون في المية. من امتى الاهلي مليون بيجي في المية. فيه جون والتاني ومفيش لعيبه كده مش متنحرره جبته ليه؟ ولا يعني انت ولا حاجة. انت بس ثواني بس، انت كنت جايب امام عاشور ده، انا ما فاكره- بتكلمش ان هو لعيب وحش. فاكره مين؟ لا ثانيه انت واحده بس. يعني انا من- في فرق ماشي. خليني اقول لك بس انا حاجة. انا بتكلم على برضو فكره انا كمجلس اداره ومدير فني ومدير كوره، انا لازم اخد بالي من الحاجات دي ويبقى قرار حاسم بعد كده. هشيل بقى ده، بس لازم اعدل الناس دي. ما هو امام النهارده قلب لي وشي، بكره حسين الشحات هيقلب وشه، وبعد منه زيزو، بعد منه بن شرقي. خلاص بقى. ايوه بس على قصه امام برضو عشان هي نغمه تانية برضو بالنسبه لي بقى. يعني امام عاشور جاب جون فتمام، فيبقى احسن لعيب في مصر، عمل مشكله، ده مش لاعب على الاهلي. ما هو انا جايب امام عاشور ده وانا عارف تاريخه كله، تمام. انا جايبه وانا مش بقول ان ده ابو تريكه جديد في الاخلاق، انا عارف ان هو هيعمل لي مشاكل قد كده، صح؟ تمام. ديره اللي جابه يديره، ده اللي انا طالبه. تمام، يديره مع بقيه النجوم، صح؟ يعني هو صح الفرقه دي وهي بتتجمع مره واحده اتفاجئت ولقيت عندك زيزو على تريزيجيه على بن شرقي على، ما كنتش متخيل ان هيحصل بينهم مشكله حتى في ترتيب ضربات الجزاء، في ترتيب مين هينفذ ايه. مليون في المية. بس امام عاشور بقى انا دي اكتر حاجه او من اكتر حاجات فعلا بتضايقني، انه ايه ده قلب وشه، ده ما سافرش، ده مش راضي يتمرن. عقد. ان عاقبته في الاخر هو بروفايل لعيب انت جايبه وعارف ده. لا بس يعني يتعاقد ما يرجعش يلعب اساسي الماتش اللي بعد الايقاف على طول. انت تتخيل، اسالك سؤال وتجاوبني عليه بكل صراحه. لو رجعت الايام بيك او جوزيه، مانويل جوزيه صغر 20 سنه ورجع مره الاهلي، كان ده امام عاشور هيقدر يعمل كده مع جوزيه؟ لا مش هيعمل. طيب سيبك من انا هقول لك ان المشاكل في الثلاثه، في مجلس الاداره وفي اللعيبه وفي المدير الفني.
لو صالح سليم كان موجود اليومين دول، كان امام عاشور ولا غيره كان عارف يعمل اللي بيعمله ده؟ لا يبقى احنا عندنا مشاكل. عشان كده بقول لك انت جبته ليه طالما انت، لا لما هو بيكسبك، لما امام بيكسب الاهلي، هل حد بيجيب سيره اصل المشكله اصل هو بيقلب وشه اصل، ولا بتقول ده احسن لعيب في مصر نقطه؟ ايوه ما هي دي المشكله. وبعدين انا بس خليته فجاه هو لاعب سيزون، سويته ابو تريكه، الاهلي خسر، لا سويته ابو الحق تريكه، إمام. خلاص نجمته وسويته هو بركات لعيب جامد وتريكه فعلا، ومتعب. انا ما قلتش هو حاجه، هو لعيب، سيزون. هو لعيب سيزون. لا اكتر من موسم، لا، مع الاهلي، لا، مع الاهلي أكتر انا من- بتكلم مع الاهلي، انا أيوة. بتكلم مع الاهلي سيزون ونص. موسمين اكتر من موسم. على الأقل. ومن ضمن المشاكل الفنيه، بس اخر حاجه من ضمن المشاكل الفنيه الموسم ده، انه انت كنت ماشي بسيستم الموسم اللي فات، حتى لو السيستم ده مبني حوالين لعيبه بعينيها زي امام ووسام، اللي انت نقلت نقله غريبه بره خالص عن امام، فاهم؟ فانا ما عنديش مشكله، كنت استفيد من المستوى، او انا حتى مع الاصابات بس استفيد من المستوى حتى لما يرجع ورجليه يقف في الملعب، ان انا اخلق السيستم حوالين امام. هو اكتر لعيب ان فورم المفروض في الفرقه، لكن هيجي الاهلي يخسر ماتش تقول لي اصل امام وما لا يصلح للاهلي ولا يجرؤ ان هو ما كان مش عارف يعمل كده امتى، والماتش التاني الاهلي يكسبه فامام بقى احسن لعيب في مصر. طب تيجي نخش في الحته الفنيه عشان انت لا مش عايز مقتنع. اخش فيها، مش لا. عايز اخش فيها، لا ازاي؟ ما انت مقتنع ان ماشي، الجزء خش، الاكبر. خلاص ما خلاص بهزر احنا معاك، احنا بهزر معاك. اتفقنا ان السكواد مبدئيا كده مبني غلط. احنا من اخر مره اتكلمت انا وانت يا حسام اتفقنا ان السكواد ده مبني غلط تماما. وانا يعني ممكن تبقى تعيد الحته دي تاني عشان معلش الكلام ده قلته. احنا دلوقتي عمالين نتكلم في مشاكل وانت مقتنع ان المشكله، وانا برضو نفس الكلام مقتنع ان في مشاكل فنيه كتير. اظن احنا كلنا متفقين على الكلام ده. واداريه. واداريه، ما اداريه دي مش هتصلح دلوقتي، خلينا نتفق على دي. فالمشاكل الفنيه ايه الحلول بتاعتها لبقيه الموسم؟ هنتكلم لحد ما الموسم ده يخلص وتقفل وتشوف هتعمل ايه بقى من اول الصيف لحد الموسم الجاي او تجهيزات للموسم الجاي. فناخد راي كل واحد كده. ابدا انت، اتفضل. انا شايف لا هو يتحل اداريا قبل ما يتحل فنيا. بالعكس، فنيا انا مع الراجل دون صعب اني اعمل حاجه، لان الراجل عنده قماشه مش عارف يشتغل عليها. هو كان بيشتغل بيرسم زيت، جابوا له الوان جواش يرسم بيها فمش عارف. ده وجهه نظري يعني. ممكن يبقى شاطر جدا مع ناس تانية، مع هو لعيبه هو يختارهم. فانا شايف اول حاجه ان الاداره لازم تعترف بخطأها حتى قدام نفسها، ولازم تعرف ان النادي الاهلي اكبر منهم كلهم. مع فائق احترامي لكابتن محمود الخطيب اللعيب، لا انت عندك مشاكل اداريه كبيره. مع فائق احترامي لسيد عبد الحفيظ، انت مدير كوره كنت شاطر بس بتعمل حاجات في مجلس اداره مش شاطر. سيم منصور انت رجل اعمال شاطر، بس انا لو صح الخبر او اللي انا شفته النهارده بتاع ان انت تكون قاعد في المقصوره وتقوم والاهلي مغلوب، دي اعتقد سقطه كبيره جدا جدا جدا. ما اعتقدش ابدا ابدا ان مسؤول في النادي الاهلي عملها قبل كده. ان انا امشي واسيب لاعيبتي ايا كان لو مغلوبين من فريق ناشئين، من فريق درجه اولى 6-0، انا ما ينفعش اسيبهم وامشي. انا كده برمي الفوطه، بستسلم وبعلم لاعيبتي ان انا راجل مستسلم. لا انا لازم اقف واعرف مشكلتهم ايه، اواجه اللعيبه، اواجه مجلس ادارتي، اواجه مدير كورتي، اواجه المدير الفني. ما دام انا مسؤول عن الملف ده، مسؤول عن الملف ده، همشي ايه؟ همشي اروح بقى هكلم مدرب تاني ولا اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خليك واقف نص ساعه. فلو ده صح فده اكبر خطأ كان حاصل. كابتن محمود خطيب لازم يعرفنا هو مكمل ولا مش مكمل. ما انا ما ينفعش امسك فكره ماسك العصايه بالنص دي، انا مش معاها خالص في الاداره تماما. قطاع الناشئين لازم نبص عليه كويس. التعاقدات لازم نبص عليها كويس. اللعيبه بقى دي انا شايفها ارزاق. بيني وبينك شايفها ارزاق. ما ينفعش اقول للعيب انت لعيب وحش. انا لعيب وحش ودافعين فيا 50 مليون و60 مليون، ايه المشكله؟ عادي، مبسوط وباخد ملايين فخلاص. ماشي.
طيب ها حس بص انا اول حاجه قبل اي حاجه خد بس اجازه من الشعارات لمده 6 شهور. ماشي، يعني اي مسؤول هيطلع يقول اي حاجه، او الناس حتى النغمه اللي في الجمهور بتاعه النادي الاهلي خلاص بقى نادي اللعيبه دي ما تستحقش تلبس الفانيلا دي، واحنا مش عارف ما حدش عارف قيمتنا والكلام ده، معلش اجز بس منه 6 شهور، اعتبر ان النادي اسمه نادي اكس، مالكش دعوه اسمه نادي ايه. عشان تعرف طول ما انت في دماغك انه الصيت ومع اللعيبه ما تحلمش تعدي من جنب النادي الاهلي، بتقول الكلام ده من اول الموسم ومفيش اي حاجه بتحصل. ده واحد. اتنين، انا بس عاوز اعرف اختصاصات اكتر لما بعد لجنه التخطيط. يعني المفروض انت دلوقتي شلت لجنه التخطيط صح؟ وجبت المفروض ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ هما بيديروا ملف الكوره، ما اعرفش مين بيعمل ايه. مين هيختار مدرب جديد، مين هينقي اللعيبه، مين مسؤول ان هو يتفاوض على العقود، انا ما اعرفش مين بيعمل ايه. الحل الامثل ان انت الامثل اللي احنا بنشوفه ان انت تجيب مدير رياضي، ومش عاوز اسمع اي اسم كابتن من الكباتن، اي اسم من غير ما اعرفه هيتقال الكابتن كذا جه مدير رياضي فشل. مفيش حد من الوشوش اللي انت شايفها دي كلها هو مش يفشل او ينجح في المنصب بتاع مدير رياضي، هو ما يعرفش اختصاصاته ايه، ما يعرفش المنصب ده بيقول ايه اصلا. تمام، فعادي يجيب يعتبره كمنصب اداري، بس هو راجل جاي عشان اولا يجيب مدرب. تمام، ولما تختار مدرب في برضه حاجات مش عاوز اسمعها. هو عاوز اجيب مدرب عارف كويس افريقيا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هو جوزيه لما كان جه اول مره كان عارف كويس افريقيا؟ ده لو انت هتجيب مدرب اجنبي. تمام، مدرب بيعرف يلعب بره ارضه. يعني ايه برضه؟ مدرب عارف كويس طبيعه اللعيب المصري اللي هي ايه. فدي كلها حاجات برضه انت جربتها وشفت ايه اللي حصل. فانا شايف ان الانسب مش عيب خالص في الفتره دي، زي ما كان الحل الامثل ما بعد ريبيرو ان انت تبقى بتجيب مدرب مصري. وانت دلوقتي في توقيت محظوظ ان انت عندك مدرب واتنين يقدروا يعملوا زي مرحله انتقاليه للفريق ده. رقم 3، لو هتكمل المدرب ده خليه هو يحط ترشيحات اللعيبه، بص على معدلات اعمار اللعيبه اللي عندك وشوف اللعيبه دي تقدر تشيل النادي كمان سنه 2، تقدر تنفذ خطط المدرب، تبقى عارف المدرب اللي جاي عارف كل بروفايل يقدر يلعب ازاي، فتبقى عارف المدرسه اللي انت هتجيبها وعارف الطريقه اللي انت هتجيبها الاول، وتنقي اللعيبه، وبعد كده تكمل ان انت تبني فرقه مش بتجمع فرقه. اخر حاجه لحد اخر الموسم، الحل لحد اخر الموسم بالظبط. انت عملت انتوا اتكلمتوا في الحلول شهور. اللي هي بعد الموسم. انتوا الاثنين اتكلمتوا ان بعد الموسم ده يخلص ويتقفل وخلاص كده نبدا نشوف هنعمل ايه. طبعا انت بالنسبه لك يعني ربنا يزيد المشاكل. يعني مش قادر بس انا شايف مشكله الاهلي رقم واحد في مجلس الاداره او في محمود الخطيب. يعني اعتقد يعني جمهور الاهلي خلاص يعني المفروض ان هو خد باله ان هو، انا شايف ان هو بيتعامل مع الجمهور بسياسه بص العصفوره، اللي هو كل ما يعمل حاجه غلط يقوم جاي مودي الجمهور في حته. يعني انا شايف من بدايه قرار الانسحاب هو الاهلي بيدفع ثمن ان محمود الخطيب بيحاول يرد اعتباره، فهو عشان يغطي على اللي هو عمله ده، دي كانت كارثه ساعتها، عشان يغطي على اللي هو عمله ده راح جاب ده وجاب ده. مش بتكلم على زيزو بس يعني. انا متفق معاك مليون في المية. مليون في المية. فهو الاهلي يعني الحل اللي هو رقم واحد ان محمود الخطيب يعترف ان هو غلط، بس دي حاجه انا ما اعتقدش انها هتحصل. نفسي اسمع استقاله في المجلس بجد. يعني عارف الحاجات اللي مستحيل تحصل، بس اللي هو بس حد بس استقاله بجد مش بتاعت يا ريت نزلنا على الوش. ماشي. طيب خلينا نتكلم. طيب انتوا اتكلمتوا كويس قوي، انا متفق معاكم جدا في الكلام اللي ما بعد الموسم. انا عندي مشكله كبيره جدا مع الراجل ده، ان هو طريقه لعبه مش مناسبه لقماشه اللعيبه اللي معاه. فايا كان الوضع اللي احنا فيه، لا احب ان انا اكسب الزمالك، اكون سبب حتى لو مش هاخد الدوري، لان الزمالك ما ياخدش الدوري. فلا هروح وهقف ورا فرقتي وهوصل رسالتي، وانا
في الملعب. بس كده. وجهة نظر تحترم يعني. بس انت برضه مش هتروح. بس انا مش مقتنع بيها. بس مش مقتنع بيها. خلاص هو مش عاوز يروح، يمكن هو يعني ورا حاجه. ماشي طيب، توقعات الماتش. نبدا بالراجل الزملكاوي ده بما ان هو انا شايف الزمالك لو معتمد جمال نزل خايف على الماتش هنخسر. الاهلي لو لبس جون من الزمالك في اول مثلا ربع ساعه، الفرقه بتاعه الاهلي شايف انها هتفك خالص. فانا شايف ان احسن طريقه ان انت تقابل بيها الاهلي ان انت الزخم اللي هو هينزل بيه اول ربع ساعه ده ما تديلوش الفرصه ان هو يعمله. لان الاهلي لو دخل في موجه العرضيات اللي هو بيعملها دي مع دفاع الزمالك، اعتقد ممكن الاهلي يجيب جون يعني. فانا شايف ننزل نلعب الماتش ان احنا نكسب، لان لو بيراميدز اتعثر قدام انبي الساعه 5 قبل ماتش الاهلي والزمالك، ففوز الزمالك على الاهلي يديله الدوري رسمي بشكل رسمي. فما اعتقدش في مناسبه احسن من كده يعني. خوفتني قوي رسمي دي يعني. طب نتيجه الماتش توقع. نتيجه الماتش توقع. ممكن 2-1 للزمالك. ماشي. هندسه. لا ما اتوقعش، لان هو يعني على حسب اللعيبه اليوم ده هيبقوا عاملين ازاي. فدايما ماتشات الاهلي والزمالك ما فيهاش توقعات يعني. انا بالنسبه لي ما بعرفش اتوقع الماتش الا يمكن بعد اول 10 دقائق. لا احنا عايزين توقع دلوقتي. عندك توقع دلوقتي؟ ممكن انا توقعي يعني اللي ما كنتش عايز اطلعه ممكن 3-1 للاهلي، بالرغم ان هو خسران. بس اعتقد ان اللعيبه هتنزل منفضه خالص للمدرب، فهتلعب بقى بطريقتها هي وتنفض للمدرب وخلاص بقى يعني. خربانه عارفين انه هيمشي فاضل لهم ماتشين، فيقول لك انا كده مش هيقفش عليا ومش لازم التزم بالتعليمات بتاعته يعني. حس. لا انا بطلتهاش ولا التوقعات دي بصراحه، بجد والله بطلتها. ما عنديش توقع بعد ما قلت الاهلي اول الزمالك تاني عشان خاطر صدقي وبيراميدز. بطلتها بعد ما خلاص ضيعت الموسم. ده ربنا يسامحك. قلت لي عشان تبقى توقعك 2-1 الاهلي، وده هيبقى ماتش لا يصعد. بس انا في حاجه مهمه جدا عايز اقولها جدا من وجهه نظري، وكانت حرقه دم جدا النهارده. مصطفى شوبير اقف على الارض وبطل ان انت عايز تبدا اللعب يعني. مش حكايه يبدا اللعب بس، يا ريت يبدا اللعب بسرعه. لا هو عايز النهارده عايز يرقص الفراوده بتاعت بيراميدز. فلا لازم يهدى على نفسه شويه كده ويعرف مقامه كويس قوي. مش بنقول عليه وحش، بس لا انت لسه قدامك كتير قوي بالظبط كده عشان خاطر يتقال عليك الحاضر. متفق معاك. ماشي طيب تاني انهي يا باشا. ماشي يا جماعه. انهي على كاميرتك. ماشي يعني حلقه حزينه طبعا على الناس الاهلاويه، بس سعيدة دايما جداً. سعيده طبعا جدا على صدقي وامثاله الناس الزملكاويه الناس المحترمه. انا بس بفكركم ان ما بيفوتش كام شهر غير ان الاهلي بيرجع ويفكر القاره كلها ويفكر البلد كلها ان القاره دي كلها فيها نادي واحد. مش هيفوت كام شهر احنا اهو الاهلي نتكلم يعلم يصعد افريقيا ولا لا بره الدوري. بس تعرف الموسم الجاي والموسم اللي بعده والموسم اللي بعده لما الاهلي بيقع موسم، ال5 6 مواسم اللي بعد كده بيحصل فيهم ايه. اشوفكم في قعده جديده. برضو عايزين او هنستنى توقعاتكم لماتش الاهلي والزمالك. اكتبوا لنا في الكومنتس نتيجه الماتش، ونشوفكم في حلقه جديده. سلام. شكرا جزيلا. الثاني على شماله والثالث على شماله. الله عليك يا حبيب والدي.